اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. خليني اقولك حاجة يمكن اول مرة تسمعيها. انت مش بتربي ابنك بس، انت بتكوني صوته اللي هيكلم نفسه بيه طول عمره. الجملة اللي بتقوليها وانت متعصبة ممكن تفضل جواه سنين، والجملة اللي بتقوليها وانت هادية ممكن تقومه من اي كسرة. النهاردة مش هكلمك عن عقاب ولا عن ضرب ولا عن صراخ، النهاردة هقولك جمل بسيطة بس بتبني الطفل ثابت من جوه. بس خلينا نتفق من البداية ان الطفل ما بيفهمش نفسه، هو بيتعلم يفهم نفسه من كلامنا احنا. يعني انت مش بس بتربي سلوك، انت بتشكلي عقل وقلب. خلينا نبدأ مع الجملة الاولى، ودي بتحصل وقت الزعل. الجملة الغلط ان احنا نقول له ما تعيطش او كبر دماغك او مفيش حاجة تستاهل. الجملة دي بتعمل ايه في الطفل؟ بتقول له ان مشاعرك مش مهمة. اما الجملة الصح، انا شايفة انك زعلان ولما تهدى نبقى نفكر سوا. الرسالة اللي بتوصليها هنا ان مشاعرك مقبولة، بس السلوك نقدر نعدله، وده اساس القوة النفسية. الجملة التانية وقت الغلط. الغلط ان احنا نقول له انت دايما كده، انت مهمل او انت مش بتفهم. الطفل بيسمع انا المشكلة. اما الصح ان احنا نقول له اللي عملته ده غلط بس انت شخص كويس ونتعلم المرة الجاية. هنا انت فرقتي بين السلوك والطفل، ودي حاجة ناس كتيرة ما بتعرفش تعملها. الجملة التالتة وقت الفشل. الغلط ان احنا نقول له خلاص بقى سيب، او انت مش هتعرف، او انا قلت لك ان انت مش هتعرف. الجملة دي بتكسر المحاولة. الصح ان احنا نقول له واضح انك حاولت، وحتى لو ما نجحتش نحاول تاني. الطفل بيتعلم قيمتي في المحاولة مش في النتيجة، وده سر الثبات النفسي. الجملة الرابعة، الغلط ان احنا نقول له انت مستفز، او انت جننتني، او شوف عملت فيا ايه. الطفل بيحس ان هو عبء. اما الصح تقولي له انا متضايقة دلوقتي، محتاجة دقيقة اهدى وبعدين نتكلم. هنا انت علمتيه ان الغضب طبيعي، بس ما بنكسرش بعض واحنا غضبانين، وده بيكون درس عمر. الجملة الخامسة وقت المقارنة. الغلط ان احنا نقول له بص صاحبك او اختك احسن منك، او ليه انت مش زيهم. دي يا جماعة بتخلق غيرة وكراهية وانعدام ثقة. الصح ان احنا نقول له ان كل واحد ليه طريقة وانا شايفة تقدمك. الطفل هنا بيحس انا كفاية حتى وانا مختلف. الجملة السادسة وقت الطاعة. الغلط ان احنا نقول له اسمع الكلام وخلاص من غير نقاش. دي بتربي خوف مش وعي. الصح ان احنا نقول له انا محتاجة منك تعمل كذا عشان كذا، ولو مش فاهمني اسألني. كده بتربي طفل فاهم مش خاضع. الجملة السابعة ودي الأهم. الجملة دي يا جماعة لازم تتقال كل يوم. أنا بحبك مش عشان أنت شاطر ولا عشان مطيع، بحبك عشان أنت. دي الجملة اللي بتثبت أي طفل وتخليه ما يتهزش من أي رفض. وخلينا أكون صادق معاكم، انت مش هتقول الجمل دي صح كل مرة، وهتغلطي وهتصوتي وهتتعصبي، وده طبيعي. القوة النفسية مش انك تبقي مثالية، القوة النفسية انك تغلطي وتعتذري وتكملي. ولو عايزة طفلك يطلع واثق ومش مهزوز وبيعرف يتكلم عن نفسه، ابدأي من كلامك، لان الكلمة اللي بتطلع منك بتبقى الصوت اللي جواه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.